بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في هذه الوقفه اللي كنظموها في مدينه سالا بمريصه تدخل في اطار الوقفات الاسبوعيه اللي تدعي لها السكرتاريه الوطنيه للجبهه المغربيه لدعم فلسطين ومناضله التطبيع. هذه الوقفه اللي تقريبا 395 يوم من الاباده الجماعيه اللي كيمارسها الكيان الصهيوني ضد قطاع غزه، وقد امتدت همجيته الى لبنان وغيرها من البقاع. في هذه الوقفه بغيت نوقف على واحد 3 ديال الرسائل. اولها الان كتروج بانه واحد الصحفيين مشاو الكيان، واحد 8 نتمناو انه باش يورونا سميتهم. هذا ضحك على الضاقين، هذا ما عندهمش حتى ذره ايمان ولا ذره الانسانيه. كيف يعقل بان الان حوالي 200 صحفي تم استشهد، وكذلك ان الكيان الصهيوني منع باش يدخلوا الصحفيين لتوثيق الجرائم اللي كيمارسها، انه كذلك انه غلق مجموعه ديال المقرات ديال القنوات الفضائيه. وللاسف انه هذه الاباده للاسف انه صحفيين كيمشيو بغينا نعرفوهم، بغينا النقابات الصحافه انها تاخذ موقف فيهم. وكذلك هذا كيبين بانه خاصه ما يروج بانه هذه الزياره كان فيها ترتيبات اوليه، فبغينا هنا تيبين بان ما زالت الدوله مستمره في التطبيع امام ما تعيشه القضيه الفلسطينيه وقطاع غزه خاصه. الرساله الثانيه وهو ما الكتاب اللي خرج ديال الصحفي بوب، واللي فضح مجموعه ديال الانظمه العربيه اللي ماشي انهم المفروض كان خصهم يكونوا داعمين القضيه الفلسطينيه، ولكن انهم كيتآمروا على القضيه الفلسطينيه وخاصه في حماس. لذلك نقول بان الحماس الان هي في مواجهه ديال العالم باسره، في مواجهه ديال التكالب للاسف ديال الانظمه العربيه والحكام ديال العرب. ان صدق وان ثبت ما راج في او ما كتب في الكتاب، هذا لعمري بانه فعلا القضيه الفلسطينيه ما يمكن لناش نعولوا على الحكام، وهذا كيبقى الامر ديال الشارع انه يستمر في دعمه القضيه الفلسطينيه. شكرا وتحيه لكم على تغطيه هذه الوقفه وعلى تواجدكم الدائم في انشطات البرامج النضاليه للجبهه المغربيه لدعم فلسطين ومناضله التطبيع. احنا اليوم هنا ثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في وقفتنا الاسبوعيه التضامنيه مع الشعب الفلسطيني من جهه، ومن جهه اخرى المندده بجرائم الكيان الصهيوني، بجرائم الاباده الجماعيه. هذه الجرائم التي نعتبر ان المنتظم الدولي والعالم الغربي هو شريك فيها وهو وراءها، وهو المجرم الحقيقي، لانه اولا هو سبب تواجد هذا الكيان الصهيوني فوق الارض الفلسطينيه بما قدمته بريطانيا الاستعماريه من دعم للعصابات الصهيونيه بعد استقدامها من مختلف بلدان العالم، ومكنتها بالسلاح وبالمال وبالدعم السياسي وبالدبلوماسي لتستعمر وتحتل أرض فلسطين. فعار سيبقى فوق على جبين الدولة البريطانية التي مضى 107 سنوات على ذاك الوعد المشؤوم، وعد بلفور وزير الخارجية بريطانيا في 2 نوفمبر 1917، والتي وعد فيها الحركة الصهيونية بتمكينها من أرض فلسطين. وهو الوعد الذي نسميه وعد من لا يملك لمن لا يستحق، لأن بريطانيا لا تملك أرض فلسطين وليست لها، لمن لا يستحق لأن الكيان الصهيوني ليست أرضه ولا يستحق هذه الأرض، فهو كيان مجرم وهي عصابات مجرمة منذ تأسيسها، وغرضها هو تدمير السلم العالمي وتدمير الشعوب. ونحن هنا لنندد بهذه الجرائم المستمرة وبسكوت المنتظم الدولي عليها، كما نحن هنا لندد استمرار النظام المغربي في علاقاته مع الكيان الصهيوني، ونعتبر ذلك شراكة مباشرة في هذه الجرائم. ونقول له: وهلا يمكنك يوما ما أن تقف وتتفرج كيف أن فلسطين وغزة
قد تم تدميرها بالكامل، وكيف أن آلاف وعشرات الآلاف من الفلسطينيين يقتلون، وكيف أن يوميا يتم تقتيل الأطفال والنساء والأبرياء، ويتم الهجوم على لبنان وعلى باقي الدول. ونحن مستمرون في هذا النضال متأكدين من أن الشعب الفلسطيني ومقاومته وشجاعته والبسالة وما يحمله من حضارة ومن رقي ومن علم فهو سيدمر الصهيونية وسيبني الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة فوق كامل التراب الفلسطيني بعاصمتها القدس، وسيعود كل الفلسطينيين المنفيين إلى وطنهم، وسيتم تحرير الأسرى، وستبنى فلسطين، وستكون فلسطين كما كانت دائما مهد الحضارات ومهد الفكر والفن والثقافة.